السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد كيتجدد معكم اللقاء على قناة لغز جريمة. قبل اخوتي ما نسافر بكم ونغوص في الاعماق ديال جوج ديال الجرائم اللي عندنا اليوم. هاد الجرائم اللي هي حديثة العهد وقعت بالمغرب. ما تنسوناش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير، والاصدقاء الجداد اللي كيلتحقوا بالقناة لاول مرة ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم جديد القناة. قضية اليوم أو الجوج ديال القضايا، غناخذوا القضية الأولى اللي هي جريمة ضد الأصول، واللي غنرحلوا لمدينة أزلال الهادئة. جريمة اللي وقعت وهزت حي شنان، مدينة أزلال الهادئة أو الجبلية. فقد أقدم شخص على قتل أمه وأخيه وأخته، وأرسل أخيه كذلك إلى أحد المستشفيات. هاد الجريمة هادي الواقع ديالها هز هاد الحي الهادئ وهز مدينة أزلال الهادئة. فهاد الشخص عنده تقريبا السن ديالو 34 سنة حسب المعلومات المتوفرة، وكذلك شهادة الجيران أن هاد الشخص كان يعاني من أمراض نفسية. كان كيقوم عنده واحد السيارة خطاب كيهز البلايص وكيهز الأغراض ديال الناس من الأسواق القريبة من مدينة أزلال. ولكن يوم أمس ليلة الخميس صبيحة الجمعة أقدم على فعل شنيع، حيث قام بطعن أمه وأخيه وأخته، وأرسل أخيه إلى أحد المستشفيات. وحسب المعلومات كتقول أن جوج من الإخوان ديالو كيعانيو من الإعاقة. الجريمة كتفتح لنا قوس، لأن السبب الحقيقي وراء ارتكاب هذه الجريمة هي الأمراض النفسية. الأمراض النفسية اللي أصبحت قنابل موقوتة. ملي كنذكروا جريمة أزلال كنرجعوا لبعض الجرائم اللي وقعت بالمغرب. جريمة منطقة دكالة واللي كان ذهب ضحيتها 9 ديال الأفراد. هذا الشخص قام بقتل 9 أفراد من عائلته. كنذكروا كذلك جريمة ديال منطقة الرحامنة، شخص أو الابن اللي قتل 4 من الإخوان ديالو والأم. كذلك جريمة سيدي مومن، قاتل اللي قتل العائلة ديالو، الأم ديالو والأخت ديالو والزوج ديالها والابنة. وهنا كنزيدوا نركزوا على الأمراض النفسية. أشخاص كيكونوا كيعانيوا من أمراض نفسية والعائلة هنايا ربما كترفض أن ترسلهم أحد المصحات الخاصة، ربما لقلة الشيء أو عدم توفر الأموال، لأن كما كنعرفوا أن الأمراض النفسية كتطلب أموال باهظة باش يتعالج الشخص. هنا الكرة راه في المرمى ديال وزارة الصحة. يجب إعادة النظر في مثل هذه الحالات أو أشخاص يعانون من أمراض نفسية. وهذه الجرائم راها ضد الأصول وما كتقتصرش جرائم اللي السبب ديالها ناس كيعانيوا من أمراض نفسية غير على قصد الأصول. كذلك إلا تذكرنا بعض الأشخاص اللي كيعانيوا من أمراض نفسية أو مختلين عقليين واللي كيجوبوا بعض الشوارع، وإلا درنا واحد الجرد كنلقاو واحد العدد كبير ديال الجرائم بسبب هاد الناس اللي كيعانيوا من مشكل مرض نفسي. وهنا كنمشيو للجريمة اللي كانت وقعت في مدينة فاس. مختل عقلي كيقوم بضرب شرطي، وانضافت هذه الجريمة إلى عدد من الجرائم بسبب الأمراض النفسية. هنا كنرجع للعائلة اللي كيكون بعض المرات أن بيناتهم واحد الشخص كيعاني من أمراض نفسية، الأب الأخ الأم، وكيرفضوا أنه يديوه لأحد المصحات. حنا كنعرفوا أن المجتمع المغربي ديالنا هو واحد المجتمع محافظ، وكيبقى يشوف ديك النظرة ديال أن راه إلا دا الابن ديالو ولا الأخ ديالو ولا الأم ديالو لأحد الأمراض المستشفيات النفسية كيبقى يشوف من ديك الزاوية ربما أن الناس كيبقاو يدويو من وراه، أو أن راه كيقول داو الأخ ديالهم أو لا تخلاو عليه. وهذا الشيء راه غلط، لأن أي شخص في العائلة كيعاني من أمراض نفسية فهو راه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. والدليل أمامكم هو ما وقع مدينة أزلال. فعزاؤنا واحد لهذه العائلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وغير باش نصحح بعض المغالطات،
لان بعض وسائل الاعلام التواصل الاجتماعي كاين بعض الصفحات اللي كتقول ان اسباب القتل هي متعلقه بالارث، فهي ما عندها علاقه بالارث، بل ان الشخص يعاني من امراض نفسيه. فلا حول ولا قوه الا بالله. اتقوا الله في اعراض الناس. وغنمشي للجريمه الثانيه والتي لا تقل فظاعه. الجريمه الثانيه اللي هزت المنطقه ديال تازه، نواحي تازه، واللي الاسباب ديالها مختلفه عن جريمه ازلال. فجريمه مدينه تازه هي متعلقه بالارث. نزاع بين اخوين، قام احدهم بقتل اخيه ببندقيه صيد. هاد الاخوان كانت بيناتهم واحد القطعه الارضيه خلاها لهم الاب ديالهم اللي توفى، فقسموها. ربما ديك القسمه ما عجبتش احدهم، فبغاو ربما يعاودوا القسمه او شيء من هذا القبيل، ولكن هنا راه ما تفاهموش ودخلوا في واحد النزاع، وبالتالي احدهم قام بقتل اخيه ببندقيه صيد. ومن بعد ما قدم على هذا الفعل فحس بالندامه وحس بالشمته، ولكن الندم لا يفعل. وهنا علاش دائما ان الانسان يخدم العقل ديالو ويتريض قبل ما يقدم على مثل هذه الجرائم. هذا الاخ من بعد ما قتل الاخ غيمشي وغيقوم بربط نفسه باحد الحبال بالجرار ديالو، وقام بعمليه قج نفسه، وبالتالي انهى الحياه ديالو. فلا حول ولا قوه الا بالله. فجريمه نكره بما تحمله الكلمه. فكنتمناو ان ما نبقاوش نسمعوا مثل هذه الجرائم بالبلاد ديالنا. فكان بالاحرى من هذا الاخ انه على الاقل يخدم الحكمه ويخدم العقل، لان كل شيء قابل للنقاش، لانهم هادو اخوه. كان انه يناقش مع الاخ ديالو، حتى وان اقتضى الحال يشوف احد المقربين من العائله ولا الناس ديال القبيله. حنا كنعرفوا ان المجتمع البدوي كتكون بعض المشاكل كيحلوها الناس ديال القبيله، كيمشيو للناس اللي كيكونوا كبار في السن، شيوخ، وكيجيبوهم وكيحلوا مثل هذا النزاع وبلا ما يوصلوا لهذه الصراعات الداميه. فتحيات واحترامات قناه لغز الجريمه، الى الملتقى.